مرحبا حبايبي، إن شاء الله كلكم بخير وصحة وسلامة يا ربي. وصفتنا اليوم من الوصفات الكلش سهلة وما بها أي تعقيدات. هي عجينة البورق المطبوخة. تقدر أي وحدة من البنوتات تقدر تسويها، لأن وصفة كلش سهلة قلت لكم وما بها أي شيء صعب. وأنا بصراحة من كان عمري 15 سنة لهذا عمري وأنا جاية أسويها، ما فد يوم فشلت بإيدي. هسه احنا جاينا شهر رمضان، ان شاء الله يبلغنا واياكم شهر رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. يعني تنفع للسحور، اللي يحبها على الفطور تقدرون تخلوها على الفطور. بايام المدارس خطيه تجي الجهال يردونهم شيء خفيف، تقدرون تسووا لهم اياه. تابعوا الفيديو وياي الاخير وشوفوا الطريقه وياي. هسه نجي للمقادير. المقادير تبقى حسب رغبتكم، تردون تضاعفون الكمية أو تردون تقللوها. هسه أخذت هنا أني كوبين طحين، خليت عليهم خاشوقتين نشا. فورت كوبين مي وخليت عليهم خاشوقتين زيت. كوبين طحين، خاشوقتين نشا، كوبين مي وخاشوقتين زيت. الملح يبقى حسب الرغبة. أنا هنا خليت نص خاشوقة كوب. خليت المي يفور، فار المي، طفيت الطباخ. هسه أضيف الطحين وأبدي أعجن. خلوا يمكم مي دافي، يعني إذا احتاجت العجينة، يعني إذا ما لمت عندكم تقدرون تضيفون. قلت لكم أنا الطحين وحسب المي اللي ياخذه، فأني تقريبا هنا عندي خاشوقتين 3 احتاجت مو أكثر. خلي يمكم مي دافي وابدوا اعجنوا. هاي عندي صارت العجينة هيك بهالشكل هذا. كملت العجينة وهسه راح أبدي أفرد بيها. عفوا معلومة نسيت أذكر لكم إياها، العجينة لازم من تعجنوها لازم تعجنوها وهي دافية أو حارة شوية، تحملوا الحرارة حتى تنجح عندكم العجينة، لأن إذا بردت راح تفشل عندكم، راح يتكتل عندكم الطحين وما تنعجن كل زين. فهسه خليت هنا كمية من النشا على الكاونتر نظيف وما بيه شيء، وبديت أفرد بيها بالشبك. السمك يبقى حسب رغبتكم، تردوها ثخينة أو تردوها وسط خفيفة، هاي تبقى يمكم. أنا هنا فردتها يعني وقطعتها تقريبا السمك مالتها يكون 1 سنتيمتر، وبأي شيء عندكم قلاص أو بقبغ. وبديت هسه أقطع بيها بالقلاص، وهذا السمك مالتها تقريبا 1 سنتيمتر. وهسه أقطع الكمية كلها وأرجع لكم. هاي كملت التقطيع. هسه اني الكوبين تقريبا طلعت عندي بال50 قطعة. وقلت لكم انتم الكمية ايش ما كثرتوا المقادير راح تكثر عندكم الكمية. واللي تبقى الحشوات فقط حسب رغبتكم، تحشوها بلحم، بدجاج، بأجبان، هاي تبقى بعد حسب الرغبة. هسه تبدي عندنا الشغلة التشكيل. هاي القوالب موجودة ومتوفرة بالأسواق، يمكن الحاجة بألف. والحشوات قلت لكم تكون حسب الرغبة، ايش تردون تحشوها حشوها. هسه أبدي أحشي. يعني عندي هسه حشوة دجاج، الجهة اللي تكون بها نشا لازم. هسه أنا بما أنا عندي بالجهتين بها نشا، الجهة اللي بها نشا تكون على الظهر حتى لا تلزق عندكم العجينة. وهذا الزايد مال العجين للذبوه. بعدين نوخر من عند هاي الحشوات، مثلا إذا تشلب بلحم أو الدجاج نوخره من عنده ونبدي نعجنه من جديد، يعني نسوي له إعادة تدوير مثل ما يقولون. نعجنه ونبدي نفرده من جديد ونقطعه ونحشيه. هاي أنا سويت بالشكلين، المثلث وهذا الشكل المعتاد الثاني. وهسه راح أكمل الكمية كلها وأرجع لكم. هاي العجينة اللي قلت لكم، يعني من بعد ما نشكل تطلع منا ومنا من القالب ما نذبها، راح نبدي نعجنها ونشكلها من جديد. هنا كملنا تشكيل كل الكمية. تقريبا من الكوبين مال الطحين طلعت عندي تقريبا 50 قطعة، يعني خير من الله. بقت الكمية حسب رغبتكم إذا ردتوا تضعفوها. التفريز عادي، فرزوها ما أبد ما عليها شيء، ومتردون تقلوها طلعوها مباشرة من التفريز، قلوها على نار متوسطة.
أتمنى وصفتنا اليوم عجبتكم، وإن شاء الله تطبقوها وتنجح عندكم، وأنا متأكدة راح تنجح عندكم لأن العجينة أبد مو فاشلة. ولا تنسونا بالتعليقات واللايكات، لأن كل هذا يصعد من مستوى قناتي، وتحياتي لكم.